لا أنا ماني موافق. ليش رووا يا شباب وصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو حسن خايف عليكم وما بده إياكم تروحوا على المصيدة بإجريكم. ونحن ما رح نتركه لأبو عبده جوات القلعة إذا بنقدر نهربه. اي طبعا ما اختلفنا، وانت قلتها إذا بنقدر نهربه منفوت على القلعة وما نطلع. شو أبو حسن؟ يا أخي هدول شباب متهورين ومو حاسبينها مزبوط، مفتكرين بس اندخلوا بوابة القلعة راح يشوفوا أبو عبده ناطرهم على الباب. معك حق، بس الشباب متحمسين وبدهم يطلعوا أبو عبده من الحبس. يا أبو حاتم صعبة كتير. لنفترض مثلا إنه أبو عبده موجود بالأبراج، شلون بدهم يوصلوا له؟ وإذا أنا وافقتهم على اللي براسهم بكون جنيت وما في عقل بنوب. معناتها من بعد إذنك عمي، نحن مجانين وبدنا نساوي اللي براسنا، ونحن بنتحمل كل المسؤولية، وبجوز تلتقطوا كمان. إيه بس نحن رواحنا مو أغلى من روحه لأبو عبده. اللي بده يكون معي بده يمشي برأيي. معناتها أنا مالي معك عمي. معتز، الحكي ما بيصير يا ابني. أبو حسن خايف عليكم ومعتبركم أمانة برقبته. أنا بدي أقول له لعمي أبو حسن كلمتين. بدي أقول له إنه شباب الغوطة قلبهم حاضر وما بيهابوا الموت، وهو أكتر واحد بيعرف إنه رواحنا كتير رخيصة قدام الغالي. بري عليك ابو العز، بري عليك، نحن معك وحياة عيونك. من بعد امرك عمي، نحن واجب علينا ان نطالعه لابو عبده من الحبس ولو كان بسابع ارض، ما في كلام. ابو العز انا سبق وقلت لك اني معك على الموت. البني ادم منا عايش حياة وحده وبس، خلينا نعيشها بكرامه، واللي بتفصله نحن بنلبسه. إذا أنتوا هيك شايفين أنا معكم. بصراحة كنت عم بختبر قوة قلبكم. حديد وحياة عينك عمي أبو حسن. معناته هلأ بيشنا نبلش. هي اتركوها علي. أبو شركة